قطر جيت. I'm talking about the Qatar Gate scandal. Netanyahu provided testimony yesterday which must have gone somewhat well considering that he himself is not currently a suspect. إسرائيل مقلوبة من امبارح بسبب فضيحة بجلاجل، والمتهم الرئيسي فيها دولة قطر. بس المصيبة مش هنا، المصيبة كانت ذكر اسم مصر في الموضوع. إسرائيل وقطر بيتفقوا على مصر في الغرف المغلقة. الموضوع كده شكله فيه رشاوي وتلاعب في الإعلام، وفي تورط لمسؤولين إسرائيليين كبار. الخبر اللي جايين نتكلم عنه النهارده قلب الدنيا، وده بسبب إنه مثبت بوثائق تم رفع السرية عنها من قبل المحكمة الإسرائيلية. التحقيق اللي تم الكشف عنه بيتكلم عن رشاوى قطرية لمسؤولين إسرائيليين عشان يهاجموا مصر ويحرجوها قصاد كل العالم ويجملوا في صورة قطر، وقد إيه هي كان ليها دور كبير في وقف الحرب في غزة. قطر طلعت بتلعب من تحت لتحت بطريقة مفيش أوسخ منها، بقوا بيحطوا إيديهم في إيد اليهود عشان يقفوا قصاد مصر. طب إيه الحكاية؟ إزاي قطر بقت بتلعب من تحت لتحت ضد مصر؟ وإزاي إسرائيل بتحاول تستغل الوضع ده وتضغط على مصر عشان تجبرها تفكك البنية العسكرية في سيناء؟ طب ايه علاقة ده بالمناورات العسكرية اللي شغالة حاليا وانا بعمل الفيديو ده بين سلاح الجو الاسرائيلي وسلاح الجو القطري؟ وليه قناة زي الجزيرة ورصد عمرهم ما يجيبوا سيرة الموضوع ده اللي لخصوا مع بعض في حلقة النهاردة من الخلاصة. أنا جاي النهارده أكلمك في موضوع الإعلام مش راضي يتكلم عنه بسبب خطورة، عشان الحوار ده لو انتشر